الحزن والحسرة صار بين زملاء وأقارب النقيب الشهيد أحمد ياسر توفيق، فكان الضابط الشاب من الضباط الذين يتواصلون مع المواطنين بشكل جيد ويتمتع بحسن السير والسلوك. بحسب المقربين من الضابط الشهيد فإنه كان من أكفأ وأنشط ضباط البحث الجنائي في كفر الشيخ، ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال حملة أمنية بقرية بكفر الشيخ لضبط عنصر جنائي شديد الخطورة يدعى محمد ويبلغ من العمر 23 عاما، تاجر هيروين. لقد استشهد النقيب أحمد ياسر توفيق في معركة استمرت قرابة 10 دقائق وانتهت بمقتل تاجر الهيروين في مواجهات مع الشرطة. وأثناء المواجهة بادر المتهم بإطلاق أعيرة نارية على القوات فأصابت أحدها النقيب أحمد ياسر توفيق ومات على أثرها قبل وصوله لمستشفى كفر الشيخ العام. انتظروني في حلقة قادمة وإلى لقاء آخر إن شاء الله.